كنت دايما لما تسمع صناعة سيارات مخك يروح فين؟ ألمانيا، اليابان، كوريا، أمريكا، حتى الصين. طبيعي جدا. بس في 2026 العالم هيصحى على حاجة مش متوقعة. أهلا بيكم في مصر. المصنع مفتوح والعربية مصرية 100%. الكلام مش هزار ولا بروباجندا. احنا على بعد شهور من لحظة تاريخية، أول عربية حديثة متصنعة بالكامل في قلب مصر. ومش أي عربية بتمثل تغيير كامل في شكل الاقتصاد والصناعة والطموح في البلد. ودي مش أول مرة نحلم، لكن يمكن تكون أول مرة نوصل لخط الإنتاج فعلا ونقول بصوت عالي: مصر بتصنع عربية، مش بس بتجمعها ولا بتوزعها ولا بتستوردها. وده معناه إيه؟ معناه إن في حاجات بتحصل في الخلفية، ولو فهمتها كويس هتعرف إننا مش بنضحك على نفسنا. لأ، إحنا بنكتب صفحة جديدة في كتاب الصناعات العربية. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. خريطة جديدة بتترسم والعالم مش واخد باله. في مصانع كتير بتفتح، بس قليل اللي بيفتح باب المستقبل. مشروع ماك مش بس مصنع، ده كأنه بوابة لمصر الصناعية الجديدة. والمفاجأة اللي بيرسم الخريطة دي مش أوروبا ولا أمريكا، ده تحالف بين شركة مصرية وشركة صينية قرروا يقلبوا الموازين. الشراكة بين منصور جروب و SAIC الصينية مش تحالف ورقي، ده مشروع استراتيجي حقيقي. كل طرف داخل فيه وعينيه على المستقبل، مش علشان المكسب السريع. الشركة الصينية دي واحدة من أضخم صانعي السيارات في العالم، وعندهم خبرة إنتاج وتصدير لملايين العربيات. فكونهم يختاروا مصر كمركز إقليمي ده مش مجاملة، ده رهان محسوب. الخريطة اللي بتترسم هنا هي خريطة نفوذ صناعي. النهاردة العربيات، بكرة ممكن تبقى صناعات تانية حواليها. ولما تكون أول عربية مصرية بتتصنع وتتجمع وتتصدر من أرضك، ساعتها تعرف إنك مش مجرد نقطة على الخريطة، لأ، أنت مركز فيها. مصر بتحاول تبني حاجة حقيقية، من أول المسمار لحد التصميم، من الفكرة لحد العجلة اللي بتمشي على الأسفلت. المشروع ده بيقول ببساطة: الصناعة مش بس مصانع، الصناعة خريطة سلطة. وده اللي بيحصل دلوقتي. المصنع اللي هيغير وجه مصر في قلب مدينة 6 أكتوبر على مساحة 55,000 متر مربع. بيتم بناء مصنع حديث بتقنيات عالمية باستثمارات بتعدي 150 مليون دولار، وبخطة إنتاج تبدأ ب 25,000 عربية وتوصل ل 100,000 عربية في السنة. المصنع ده مش بس مبنى، ده حلم بيترجم لأرض الواقع. وده معناه ببساطة إن في انتقال من مرحلة نجرب لمرحلة نشتغل فعلي. في فرق كبير بين ورق على مكاتب ومعدات على الأرض بتشتغل. المصنع هيكون مركز لأكتر من حاجة: تصنيع، تجميع، دهان، اختبار، ضبط جودة، وتدريب كوادر. كل مرحلة فيها استثمارات في الناس، في المعدات، وفي الفكر. والأهم من ده كله إن المصنع معمول علشان يبقى طويل النفس، مش شغل موسم ولا مشروع دعاية. ده مبني على نموذج اقتصادي كامل بيستهدف الربحية والاستمرارية. يعني مش هنقفل بعد سنتين ونقول أصل السوق صعب، لأ، في خطة واضحة واستعداد لمنافسة حقيقية. مصنع ماك هيبقى زي الدومينو، بيولد حواليه طاقة اقتصادية. كل شركة بتشتغل في مكون، كل مهندس جديد بيتدرب، كل عربية بتطلع من خط الإنتاج. كل ده بيدي للسوق المصري نبض جديد، هو اللي هيحدد مستقبلنا الصناعي. العربيات دي رايحة فين؟ السوق المصري؟ أكيد، بس الخطة أكبر بكتير. السوق المحلي مش كافي لوحده لاستيعاب إنتاج ضخم زي ده، فكان لازم التفكير في التصدير من أول لحظة. والأسواق المستهدفة مش بعيدة: أفريقيا والخليج والدول العربية، وربما أوروبا مستقبلاً. وده مش تنظير، ده واقع مدروس. وجود شريك صيني زي SAIC بيوفر شبكة توزيع عالمية وخبرة في دخول أسواق كتير. الشركة دي عندها انتشار في أكتر من 60 دولة، وده معناه إنهم عارفين يوصلوا للعالم إزاي، وبالتالي
المنتج المصري الجديد ده مش هيقعد في الجراج. في تخطيط اللوجستيات، في بنية تحتية للتصدير، في مفاوضات مع مواني وأسواق. يعني أنت مش بتنتج عربية، أنت بتبني جسر للتجارة. وكل عربية مصرية تطلع بره الحدود هي سفير بيمثل بلد كاملة. ولو حصل ده يبقى احنا بنتكلم عن أول عربية مصرية تتحول لعلامة معروفة في أفريقيا والعالم العربي. وده مش هيحصل إلا لو الجودة كانت عالية والسعر منافس وخدمة ما بعد البيع محترمة. وده كله داخل في حسابات المصنع من البداية. عربيات كهرباء في مصر؟ أيوة، العالم بيتغير بسرعة، والعربيات اللي شغالة بالبنزين قربت توصل نهايتها. المستقبل واضح، كهرباء، هايبرد، تكنولوجيا نظيفة. ومصر لأول مرة بتدخل السباق ده وهي مش متأخرة. مصنع ماك داخل من البداية بخطة إنتاج عربيات هايبرد وصديقة للبيئة، وعلى المدى القريب هيكون في إنتاج لعربيات كهرباء بالكامل. وده بيفتح مجال ضخم مش بس في التصنيع لكن كمان في البنية التحتية. يعني إيه؟ يعني محتاجين محطات شحن، تدريب للميكانيكيين، تطوير في أنظمة المرور، قوانين جديدة، وتسهيلات للناس اللي هتشتري النوع ده من العربيات. يعني إحنا قدام موجة تغيير شاملة، ودايماً اللي بيبدأ بدري يكسب أكتر. فلو مصر خدت مكانها بدري في سوق العربيات الكهربائية تقدر تكون قاعدة تصديرية محترمة وتبقى من أوائل الدول اللي بتبني سمعة في المجال ده إقليمياً. المثير إن معظم الدول لسه بتتأقلم مع التغيير ده، فلو إحنا سبقناهم نقدر ناخد حصة سوقية محترمة ونكسب احترام في سوق مفتوح على الآخر. ودي فرصة مش هتتكرر بسهولة. المشروع ده هيفيدك إزاي؟ الناس ممكن تقول ماشي حلو الكلام، بس أنا كمواطن هستفيد إيه؟ والإجابة هنا واضحة جدا. أول حاجة الوظائف، محتاج آلاف العمال والمهندسين والفنيين، ده غير الصناعات المغذية اللي هتشتغل حواليه. يعني مش بس المصنع نفسه لكن كل الشركات الصغيرة اللي بتورد له قطع أو بتعمل صيانة أو بتشتغل في النقل والتوزيع. كل ده شغل بيتخلق من ولا حاجة. ثانياً التعليم، المصنع ده محتاج كوادر مدربة، وده معناه تطوير في التعليم الفني وفتح مراكز تدريب وفرص حقيقية للناس تتعلم حاجة ليها قيمة في السوق. ثالثاً الأسعار، لما يبقى عندك صناعة محلية تقدر تتحكم في الأسعار أكتر وتوفر على الناس مصاريف الاستيراد والجمارك. يعني العربية اللي كانت ب700,000 ممكن تبقى ب500 وبمواصفات قريبة. رابعاً الفخر. الفخر، لما تركب عربية مكتوب عليها صنع في مصر وتحس إنك جزء من حاجة كبيرة، ده شعور مهم، وده اللي ممكن يغير تفكير جيل كامل. دي مش أول محاولة، بس يمكن تبقى أول نجاح. الناس اللي عندها ذاكرة شوية فاكرة كويس مشروع رمسيس، أول محاولة مصرية في الستينات لصناعة عربية محلية. الفكرة كانت عظيمة لكن التطبيق ما اكتملش. التكنولوجيا وقتها كانت محدودة والسوق ما كانش مستعد والدعم ما كانش كافي. لكن الفرق المرة دي كبير، احنا مش بنبدأ من الصفر، احنا بنبدأ بتحالف مع شركة عملاقة عندها خبرة وبنية تحتية حديثة وسوق جاهز، وبنبدأ في وقت العالم نفسه بيتغير فيه لصالحنا. يعني عندنا فرصة ذهبية، لو استغليناها صح ننجح، ولو نجحنا نقدر نبني على ده صناعات تانية، إلكترونيات، تكنولوجيا، وحتى طيارات في يوم من الأيام. لأن النجاح في مجال معقد زي العربيات بيفتح أبواب ما كانش متخيل إنها تتفتح. ودي مش شعارات، دي وقائع حصلت في بلاد تانية. كوريا بدأت بالعربيات ودلوقتي بقت من كبار المصنعين في العالم. ليه لأ؟ ليه ما نبقاش إحنا كمان؟ لو نجحنا إيه اللي ممكن يحصل؟ لو ماك نجحت إحنا مش بس هنكون بنصنع عربيات، إحنا هنكون أثبتنا إننا نقدر نتحول من مستهلكين لمنتجين، من ناس بتشتري لناس بتصدر، من اقتصاد بيعتمد على الواردات لاقتصاد قائم على التصنيع. وده معناه تحول جذري في شكل البلد، استقرار اقتصادي، فرص عمل، دخل بالدولار، وسمعة دولية. والأهم ثقة في نفسنا إننا نقدر وإن مفيش مستحيل. النجاح مش بس في عدد العربيات اللي هتتباع، النجاح في إننا نخلق صناعة حقيقية حوالين المشروع تبقى مستقلة ومستمرة وقادرة تنافس. والمفاجأة إن ده مش حلم بعيد، ده واقع بيتكون دلوقتي وإنت ممكن تبقى جزء منه. في النهاية الحلم ابتدى، الكرة في ملعبنا، الصين حطت ثقتها، القطاع الخاص استثمر، الحكومة فتحت الطريق، وإحنا دورنا ندعم، نفهم، نشارك، نشتري المنتج المحلي ونثق إننا نقدر. ماك مش مصنع ولا عربية، ماك هي لحظة جديدة، لحظة بتقول مصر بتصنع ومش ناوية تقف هنا. هل أنت جاهز تبقى جزء من الخطة دي؟ بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.
انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.